وانا بقلب في الاخبار النهارده كنت قريت خبر عن ان في شاب توفى بسبب عضة كلب. كان هو وراجع من شغله وكلاب الشوارع دي الكلاب الضالة يعني الكلب عضه فروح ما كشفش على نفسه ولا الكلام ده كله. بعد 15 يوم حس بالألم وما إلى غير ذلك، راح كشف في المستشفى بعد 15 يوم. فأهله راحوا سألوا عليه في المستشفى، قالوا لهم ادعوا له لأن دلوقتي حالته صعبة جدا جدا. طبعا بعد 15 يوم كان السم تغلغل في جسمه ومات بإصابة. يعني انتوا عارفين عضة الكلب ما بيسلمش منها. عشان كده نصيحة أخوية، نصيحة أخوية، لو في حاجة حصلت معاك زي كده أيا يكن يعني الكلب قرب منك في أي لحظة من اللحظات في أي حالة من الحالات، لا، على طول توجه إن هو إنك أنت إيه تكشف. ليه بقى؟ بيفكرني بحاجة قديمة يعني. كنت قاعد أنا و كنت قاعد يعني أنا وأبويا قدام البيت كده زمان يعني، من يجي 10 15 سنة كده. فالمهم طلع كلب كده من الزراعة وبتاع وما إلى غير ذلك. فطلع الكلب إحنا ما نعرفش عنه أي حاجة، عدى جنبنا ومشى وعادي مفيش حاجة خالص. فالمهم راح على جماعة جنبنا عضهم، وبعد كده دخل على جماعة تانية عضهم، وبعد كده طلع على قهوة عض اللي فيها، وبعد كده يعني لمله حركة 15 16 واحد. والبلد بقى كلها طلعت عليه، واللي ضربه بالشومة واللي ضربه بالعصاية والكلام ده كله. جه واحد بتاع عربية ملاكي قام خبطه، رايح الناس راحت جت عليه وموتوه. المهم خلصوا من الكلب، والناس كلها خدت بعضها الصبح. جت عربية كده لمت الناس كلها 15 16 واحد بسبب عضة الكلب. ليه؟ لأن الكلب ده كان مسعور. لأن الكلب كان مسعور، والكلب لما بيكون مسعور خطورته أصعب مما تتخيل. عشان كده يعني نصيحة أخوية، لو كلب مسعور، كلب شارع، أي حاجة عضتك زي كده لازم تروح على المستشفى ضروري. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا يعني اقتراح أو تعليق أو أي حاجة.